عارف لما تشوف حد وتقوله انت دماغك شر على نفسك؟ اهو ده بالظبط اللي بيتقال على فنانين خسروا كل حاجة بسبب ميولهم السياسية وتمويلهم من قنوات بتعادي مصر اللي هي بلدهم وخيرها عليهم. الممثل هشام عبد الحميد كان من مؤيدين ثورة 25 يناير، وبانت انحرافاته السياسية بعد وصول الإخوان للحكم، وبعد ما ثورة 30/6 نجحت هرب من مصر عشان يعرف يحارب أمن واستقرار بلده من غير ما يتحاسب. الحقيقة إن هشام ما كانش مخالف لنظام الرئيس السيسي ولا رفضه، بالعكس كان من مؤيدين ثورة 25 يناير وبيشجع الديمقراطية والتعبير عن الرأي، وقال في تصريح: أنا ليبرالي ومؤمن بالحرية والديمقراطية إلى أبعد الحدود، لكن أنا مؤيد لنظام الرئيس مرسي وبشجع الإخوان. حصل على جوائز لأفلامه وشهادات تقدير من الكونجرس الأمريكي عن فيلمه اللي كان بيتكلم عن الثورات اللي حصلت في الدول العربية، خاصة ثورة 25 يناير. الفنان هشام عبد الله بقى بيشتغل لقناة الوطن اللي بتبث من تركيا، كان مخالف للنظام الحالي وكان دايما بيغلط فيه، وكان من مؤيدين الإخوان. طلع وقال إن اللي حصل في ميدان رابعة جريمة، وغض البصر عن كل الجرائم اللي ارتكبها الإخوان، وقال إن كل اللي اتمسك بمبادئه اتقال عليه إخواني وإرهابي. ما هو أنت كده فعلا يا اتش. محمد شومان كان ممثل مصري ظهر في أعمال كتير، انضم لأسرة قناة الشرق، وكان موقفه واضح وصريح بأنه ضد النظام، وكان مؤيد جدا لعهد الراحل مرسي. شارك في ثورة 25 يناير وقال: ارحل يا مبارك، خلي البلد تنضف. شومان شارك في اعتصام رابعة، وقف على المنصة وقال: جيت أواسي الجرحى واحتسب القتلى شهداء في سبيل الله، وما جئت إلا لتطبيق شرع الله. خالد أبو النجا كان من معارضين نظام الرئيس السيسي بعد حكم الراحل مرسي، وقال: احنا ما كناش عاوزين السيسي يترشح لعهد رئاسي جديد، وقال ان الطريقة اللي اتفضت بيها اعتصام رابعة هيرجعنا خطوة لورا، مش هيخلينا نتقدم، وبلدنا بقت في حالة يرثى لها. عمرو واكد أول ما السيسي تولى حكم مصر بدأ يهاجم مؤسسات الدولة، وإن المصريين حاليا عايشين في كرب ومش هنتقدم أبدا. محمد عطية أول ما السيسي تولى حكم مصر كتب على صفحته الشخصية وقال: دولة قمعية مثل مصر الآن أنا مش في أمان من الظلم اللي فيها، وقال: اللي مرفوض دلوقتي بكرة هيكون إجباري عليك، هسكت ليه؟ مصر دولة قمعية وأنا برفض ده. وكتب في بوستات كتيرة على صفحته هاجم فيها بلده، وقال: مفيش حريات هنا والدنيا داخلة نفق مظلم.